مداد القلب. تربية الأذن. الإنصات للعفوية. تؤسس الكلمات العفوية والمحادثات القصيرة بيننا وبين أطفالنا هيكل التربية، وليس ما يتبادر إلى الذهن الحريص للكبار المنظرين من أن الصرامة والزمجرة أو الصراخ والعقاب هي أصول التحكم. كل هذا وغيره هذيان نحسبه علاجا، وهو في الحقيقة مكمن الداء. يتجلى الاهتمام في الحضور الواعي أولا، وعليه تنبني ردود تربيتنا، لأن الصغار غالبا هم المبادرون إلى الفعل بنشاطهم. أثير الصوت هو أول خيوط التواصل بيننا. البكاء والصراخ شكلان لإبداء الرأي، ومن خلالهما تتشكل أهمية الصوت في التربية وطبيعة العلاقات بين الصغير والكبير. هذا الأخير عندما يصرخ غاضبا فهو يشبه الصغير المحتاج لرعاية أو لشيء ما، مع عدم القدرة على التعبير الواثق عما يعتريه. فإذا استحضرنا وعينا خلال هجمات الصغار القصيرة والمتكررة، وضبطنا نبرة الجواب وفحواه، فإن تلك الأذن الصغيرة ستتربى وينضبط سمعها وفهمها. تفهم تواصل الصغار. وأما السائل فلا تنهر. السائل طالب للمعرفة، إما منك أو من خلال تجربة الجديد، فلا تنهرن طفلا، فإنه إما سينفر منك أو من التعلم، وفي كلتا الحالتين سيفقد الثقة فيك كمصدر للتعليم وكطرف مثمر تواصله. السائل يتوسم فيك الخير والكرم، فلا يتبقى لك إلا رفض طلبه إن كان فيه ضرر له، أو إن كنت غير قادر على تلبيته. والتلبية هنا قد تكون مادية أو معنوية، وهنا مربط الفهم. فتلبية طلبات الأطفال معنويا ممكنة دائما، لأن الكبير المستحضر لجوهر دوره يعلم بوجوب رحمته بالصغير. تنحسر عفوية الصغار تدريجيا مع توالي الاصطدامات الكابحة لها. المدرسة والأسرة والمجتمع هي فرامل العفوية، وبما أن التنافر يسود علاقة المدرسة بالأسرة، فإن المجتمع سيستمر في رفض الجديد المميز، لأن العفوية هي الصفة الضامنة للرغبة في التعلم، وهي كذلك الطاقة المنتجة بشرط دعمها ومواكبتها. وتتقوى العفوية بالإنصات والتقدير والتحفيز. كيف تستمع لهم وتمنحهم عينيك نظرا وتقبلا، كيف تعلق على أفكارهم ويفهمون أنك فهمتهم، كيف تقترح على حالاتهم ما ينميها ويترجم فعلا مستوى تجاربك. الصدق والرفق. بين القسوة المتجاهلة والنصح الخفيف فرق طفيف. حين نبدأ مخاطبة الطفل بالصراخ والكذب، فنحن نصدم لطافة الطفل اليانعة بالسخط في نبرتنا المفزعة، ونفوت على الطفل حاضر الاستمتاع ومستقبل الاستنصاح، فسيجد تلكؤا في القرب من الكبار لأي متعة يجدها أو خوف ينتابه. لكن وككل مرة يظهر أطفالنا إقدامهم على التعلم والاستكشاف بحيوية، نخرج نحن الكبار صوت التهديد الكاذب لنعيق تطورهم، ولنفتح الباب لعدوى خبيثة تنقل إليهم منا قبيح الصفات. نبرة الصوت تحدد درجة قوتنا وثقتنا. الهدوء والوضوح في إيقاع الخطاب يربي الأذن على الثبات والتمهل في قراءة الأحداث، كما أن انتقاء النبرة والمضمون تمنح المستمع تقديرا إيجابيا، لأننا نحسسه بأن له قيمة تستدعي وقتنا وعنايتنا، وبالتالي نكسبه الثقة فينا وفي نفسه. التربية عملية طويلة دائمة، أكثر تجلياتها بسيط وتلقائي، والطفل فيها طرف خلاق ومشارك أساسي. وبهذا المربي ملزم بالصدق أولا والرفق ثانيا، فهو أصل. فكيف يسقي النبع المحتاج وماؤه راكد أجاج؟